كانسيلو كان على بعد خطوة من إنتر، وبآخر لحظة برشلونة. إي نعم، نفس كانسيلو، نفس الاسم اللي يخليك تقول لا مستحيل. خلنا نمشيها مثل فيلم مطاردات. وبحسب سبورت 360 نقلاً عن فابريزيو رومانو، جواو كانسيلو رفض عرض إنتر ميلان وفضل خيار برشلونة. هنا يجي التحول. الهلال وافق أن كانسيلو يروح لبرشلونة بنظام الإعارة. والأكثر إثارة، برشلونة حسب نفس التقرير بيتحمل دفع 4 ملايين يورو من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة. بس استنى، الرقم هذا مو كل المتفق عليه. في تقارير ثانية تقول إن برشلونة وافق يدفع 5 ملايين يورو من الرواتب المتبقية ضمن اتفاق إعارة حتى نهاية الموسم. يعني باختصار، الفكرة واضحة، برشلونة بيرجع كانسيلو بالإعارة، والتفاصيل المالية قاعدة تتراوح حسب المصادر. كانسيلو كأنه ريموت كنترول في الملعب، يمين يسار يتقدم يصنع، اللاعب اللي إذا اشتغل مزاجه يصير خصمك يدور زر الإيقاف. فالرجعة لأوروبا بهالشكل تعني ضغط، أضواء ومباريات نار، مو أجواء هادية أبد. السؤال اللي يطق بالمخ، إذا لاعب يرفض إنتر عشان برشلونة، وش الوعد اللي سمعه؟ بتصير نجم السيناريو ولا بتأخذ دور البطل؟ إذا تمت الإعارة رسمياً مثل ما تتكلم التقارير، هل بنشوف كانسيلو يرجع برشلونة لهيبة الأظهرة ولا بيطلع تويست ثاني ويقلبونها آخر لحظة؟ إذا تبي تعرف أول ما تنزل التفاصيل الرسمية، اشترك وخلك قريب. وبكرة عندنا خبر ثاني ممكن يكسر السوق، بس خلها مفاجأة.